اي واحد في هذا العالم اللي كبير بزاف يكون فايت يسمع بالعنصريه ولا شافها بعينه ولا قد يكون تتعرض لها كاع. واخا كاينين شي ناس عنصريين بزاف، فقلال الناس اللي عارفين شكون هو اكثر انسان عنصري على وجه الكره الارضيه وشكون هما اكثر الناس عنصريين في العالم، اللي الا شافوا شي واحد البشره ديالو غامقه شويه قدو يقتلوه قدام بنادم. فشكون هما هاد الجماعه واش كيديروا وشكون هو القائد ديالهم وفين هما دابا؟ حتى قبيله كملتي الفيديو حتى الاخر تخرج عارف وفاهم كلشي. انجوي. كيف ما كنشوفوا بلي العنصريه في هذا العالم واخا كيقولوا ما بقاتش، راه باقا كاينه بزاف. ناخذوا مثال في القضيه ديال جورج فلويد اللي ناضت عليه روينه في امريكان وبزاف ديال القضايا اخرين اللي الا بغيت ندوي عليهم كاملين خصني ندير عليهم فيديو بوحدو. فملي كنذكروا العنصريه راه بحال كنذكروا الكي كي كي او الكي كلوكس كلان اللي هي من اكبر واكثر المنظمات السريه في العالم كامل، وبالضبط اكثر منظمه عنصريه في العالم. حيت كاع الناس اللي في هذه المنظمه عنصريه لواحد الدرجه خطيره بزاف. اجي نعرفوا بعد التاريخ ديال الكي كي كي وكيفاش تبدا هذا الكلان. نرجعوا باللور 1865 اي من مورا الحرب الاليه الامريكيه وبالضبط في ولايه تينيسي. ففي هذه الوقيته كانت امريكان يلاه دخلت في مرحله اعاده التاسيس اللي خلات اعطاء ذو البشره السوداء جميع الحقوق ديالهم وكل شيء كان متقبل وبخير. تقرروا واحد المجموعه ديال الناس اللي كانوا مع الجيش الكونفدرالي اللي كانوا كاملين بويض ينشئوا واحد المنظمه سريه بيناتهم بالهدف ديال تمجيد العرق الابيض. حيت كانوا كيقولوا باللي الامريكان بقات كتعطي الحقوق للسود يمشي لها المجد والعظمه ديالها، خصوصا الا ولاو كاع العروق متساويه بالضبط الا تساوى العرق الابيض مع العرق الاسود. وهاد الجماعه كانت 100% ضد اي انسان البشره ديالو غامقه واخا شويه، بحيث انهم كانوا كيقولوا باللي مازال كيستحقوا العبوديه وعدم المساواه وما يكونش عندهم الحق ديال التصويت اي انتخابات كيف ما كانوا. وهاد الجماعه ما كانتش عنصريه ضد السود والاعراق المختلفه عليهم، بل كانت عنصريه مع الاديان بحال اليهوديه والمسيحيه الكاثوليكيه. واخا جماعه الكي كي كي كانت مسيحيه فتابعوا المذهب البروتستاني وكانت كتحارب التمثيل الجنسي وكيعاقبوا اي واحد لوبيا وكيدير افعال اللوبيات. الكي كي كي ما كانوش كيامنوا بشي حاجه سميتها العقل والحوار، حيت كانوا كيستعملوا الارهاب والعنف باش يفرضوا المعتقدات ديالهم. فكانوا كيقتلوا كيعذبوا كيحرقوا الملونين قدام بنادم ووسط بنادم. كانوا كيديروا هذا الشيء وكسر للسود ومورا كيعلقوهم في اعمده خشبيه على شكل صليب. وبقى هذا الشيء كينتشر بزاف بالضبط في الولايات الجنوبيه ديال الامريكان. والكي كي كي ما حبسوش بل كانوا كيدمروا الممتلكات ديال السياسيين باش ياثروا عليهم في الانتخابات وكيحرضوهم باش حتى هما يحاربوا جميع الاعراق اللي مختلفه على العرق الابيض. ومنين هذا الشيء كثر بزاف الحكومه بدات كتحاربهم وكتخدم عليهم القوه والعنف بالموافقه ديال الكونغرس بالضبط في عام 1871. جات الوقيته اللي تفكك فيها جماعه الكي كي كي نهائيا حتى الاوائل ديال القرن العشرين فين يكسروا الاعداد ديال المهاجرين. اشبان جماعه الكي كي كي ولكن بقوه وثقه اكثر من ما كانوا قبل، ويوليو يلبسوا كاملين واحد اللبسه بيضاء وغريبه بزاف اللي اقتبسوها من فيلم ذا بيرث اوف نيشن. ولاو كيعاقبوا السود بالشنق في الاماكن العامه وكيعاقبوا حتى الاعضاء ديال الجماعه اللي خانوا الجماعه الشنق والتدمير ديال الممتلكات ديالهم. والكي كي كي ما بقاوش هي جماعه سريه وفيها الناس قلال، بل ولاو فيها الملايين ديال الناس العنصريين. ولكن بسبب فتره الفساد الكبير والحرب العالميه الثانيه عاودت حياه جماعه الكي كي كي تزامنا مع الكثره ديال الناشطين الحقوقيين اللي كانوا كيطالبوا بالقضاء على العنصريه بالضبط في الستينيات ديال القرن الماضي. والكي كي كي حارباتهم بعمليات ارهابيه في البلايص اللي كانوا مجموعين فيهم السود بحال كنيسه برمنغهام في عام 1963. ودابا في هذه الوقيته اللي كندير فيها هذا الفيديو جماعه الكي كي كي فيها 500 واحد، ولكن راه مازال ناشطين في عمليه العنصريه. القياده ديال توماس رو اللي ولا القياده ديال الجماعه بالضبط في 1989 واللي هو اكثر انسان عنصري في العالم. وهاد الجماعه الاغلبيه ديالهم كيستقروا في واحد القريه في امريكا اللي سميتها زينك، وداروا بزاف د العمليات مؤخرا بحال حادثه اطلاق النار على الامريكانيه الافارقه في كنيسه تشارلستون بالضبط في عام 2015، ومجزره الباسو ضد واحد الامريكيين عندهم اصول لاتينيه في عام 2019. كنتمنى نكون فهمتكم كلشي وعرفتكم مزيان على جماعه الكي كي كي في هذا الفيديو. وانا تكون النهايه ديال هذا الفيديو. لو وصلتي لهنا كنشكرك بزاف على السيبورت ديالك. فإلا عجبك الفيديو واستمتعتي به واخا شويه زيد سيبورتيني بديك لايك وسبسكرايب وصيفط الفيديو ل 10 باش يستمتعوا كيف ما استمتعتي انت ولا انت. وكان معكم ديزي تهلاو.